مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه القناة المباركة. في هذا الفيديو سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث عاشت الجماهير واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ الكرة الإفريقية، المواجهة النارية بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي. سنكشف لكم ما الذي حدث داخل الملعب وخارجه، كيف تحولت لحظات الترقب إلى جدل وشغب، وما هي الدروس المستخلصة التي يجب أن نتعلمها جميعاً من هذه التجربة. وفي النهاية سنوجه دعوة صادقة من هذه القناة المباركة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، دعوة للعمل الجاد من أجل حماية صورة اللعبة وضمان أن تبقى ملاعبنا ساحات للفرح والروح الرياضية، لا ساحات للفوضى. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاهدة الفيديو حتى النهاية، فكل لحظة فيه تستحق. شهدت مباراة نهائي كأس إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال أحداث شغب وفوضى داخل وخارج ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث اندلعت مواجهات بين بعض الجماهير السنغالية وقوات الأمن المغربية، خاصة بعد الجدل التحكيمي حول ركلة الجزاء التي أهدرها المغرب، ما ألقى بظلاله على أجواء اللقاء الذي انتهى بفوز السنغال 1-0. خلفية عن المباراة: أقيمت المباراة يوم 18 يناير 2026 في الرباط. انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وأضاع المغرب ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة. في الوقت الإضافي سجل اللاعب بابي جاي هدف الفوز للسنغال ليحسم اللقب الثاني في تاريخهم. تفاصيل الشغب: قبل المباراة، الاتحاد السنغالي أصدر بياناً ينتقد ضعف الترتيبات الأمنية عند وصول بعثة الفريق إلى الرباط. أثناء المباراة اندلعت مشاحنات بين بعض المشجعين السنغاليين وقوات الأمن المغربية، خاصة بعد الجدل التحكيمي حول ركلة الجزاء التي أهدرها المغرب. بعد المباراة الفوضى امتدت إلى محيط الملعب، حيث سجلت حالات تدافع وصدامات، وأفادت تقارير بوجود إصابات بين الجماهير، مع تداول أنباء عن وفاة مشجع، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول حقيقة الحادثة. أسباب الأزمة: الاحتقان الرياضي، التوتر الكبير بسبب أهمية المباراة النهائية، القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، ركلة الجزاء التي أثارت احتجاجات واسعة، ضعف التنظيم الأمني، انتقادات وجهها الاتحاد السنغالي بشأن الاستقبال والترتيبات، التفاعل الجماهيري العاطفي، الحماس الزائد للجماهير أدى إلى انفلات في بعض اللحظات. دعوة من هذه القناة المباركة إلى الاتحاد الإفريقي. العنوان: معاً من أجل كرة قدم إفريقية آمنة ومشرفة. أيها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لقد شاهد العالم بأسره كيف تحولت لحظات الفرح والانتظار في نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال إلى مشاهد توتر وشغب شوهت صورة اللعبة التي نعشقها جميعاً. إن هذه الأحداث ليست مجرد تفاصيل عابرة، بل هي جرس إنذار يدعونا جميعاً إلى التحرك. الجماهير الإفريقية تستحق أن تعيش كرة القدم في أجواء آمنة مليئة بالحماس والروح الرياضية، بعيداً عن الفوضى والعنف. نحن ندعوكم اليوم إلى إطلاق مبادرة إفريقية شاملة لمكافحة الشغب الرياضي، تعزيز التعاون الأمني والتنظيمي بين الاتحادات الوطنية، الاستثمار في برامج توعية جماهيرية تزرع قيم الاحترام والروح الرياضية، اعتماد تقنيات حديثة لإدارة الملاعب وضبط الدخول والخروج بشكل آمن. فلنجعل من هذه التجربة المؤلمة نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل، حيث تصبح ملاعب إفريقيا ساحات للفرح لا ساحات للفوضى.
الاتحاد الإفريقي: الكرة الآن في ملعبكم، فلنلعب جميعاً من أجل إفريقيا آمنة، متحدة ومشرفة.